من المعروف عن الملك الراحل الحسن الثاني عشقه الكبير للساعات اليدوية، والتي كانت تظهر جانبا كبيرا من السلطانية والهيبة المخزنية لديه، حيث إن معصمه لم يكن يخلو من ساعات الذهب الخالص المصممة خصيصا له، والتي كانت تحمل حسب عدد من الخبراء صورة بارزة للحسن الثاني شبيهة بالرسم المسكوك على النقود المعدنية. ولعل أشهر ساعة كان يرتديها ملك البلاد الراحل في ثمانينيات القرن الماضي هي التي صنعت بورشات بيغي، لما كانت هذه الماركة في ملك الأخوان شومي. الساعة المذكورة حصل عليها الملك الراحل في دجنبر 1985، وتتميز بتوفرها على التقويم الهجري الثلاثي إلى جانب التقويم الميلادي، مصنوعة من الذهب الأبيض، ولها حزام من الذهب الرمادي يحمل توقيع جون بيير إيكوفي وأودومارس بيغي. وقد بيعت في المزاد كريستي العلني للساعات النادرة في جنيف سنة 2017 ب 78 ألف أورو، أي أكثر من 80 مليون سنتيم. وتوصلت مؤسسة كريستي المنظمة للمزاد العلني للساعات النادرة بجنيف بساعة الملك الراحل الحسن الثاني الفريدة من طرف مجهول كدليل على مصدرها الإمبراطوري، بحسب ما ذكره موقع واتش تايم والمتخصص في الساعات، والذي نشر وثيقة البيع والتي تخص الملك الحسن الثاني. وهذه تعد أول مرة تنشر فيها وثيقة تخص القصر الملكي. بدأ المزاد العلني للساعة الفخمة والتي كانت مرفقة بصندوقها الأصلي الفريد وشهادة بيعها للملك الحسن الثاني بمبلغ 40 ألف دولار، إلى أن انتهى بها المطاف ب80 ألف دولار، حيث اشتراها أحد المهتمين بالساعات النادرة في شهر ماي 2017. الفخامة والتميز كان هذا هو العنوان الأسمى للقطعة التي تعبر عن ذوق الملك الراحل الحسن الثاني، وهذا ما يفسر السمات الجمالية التي تفردت بها ساعته الهجرية والتي ابتكرت تحت طلبه. يجيب مصدر ذاته: كانت الساعة ثمانية الشكل مع زوايا مدورة وحجم العرض 36 ملم في حالة جيدة داخل علبتها غير المصقولة والريادية، وقد تميزت بأسلوبها النموذجي الذي يعبر عن ستايل الثمانينات. في تقليد بيغي الحقيقي يتم تشغيل القرص المعدني المباع بالفضة بشكل كامل، باستثناء حلقة الفصل ساعة ساتان والخراطيش مع توقيعات بيغي وتشوميت. ويتم استخدام نمط مختلف في نمط المحرك لحدود حلقات الساعة. وبخصوص سبب ظهور اسم شومي على الساعة، كان بريجيت مالكا لشركة شوميت بين عامي 1970 و 1987، وكانت العلامة التجارية للمجوهرات تتجه نحو أزمة كوارتز قبل أن يجبرها الإفلاس على بيع العلامة التجارية إلى إنفست جروب، والتي كان مقرها في البحرين. هذه ليست ساعة تقويم ثلاثية عادية باللغة العربية، هذا ليس حتى تقويم غريغوري منتظم، لكنه تقويم الهجري الإسلامي، يقول موقع واتش تايم. يعتمد هذا النظام على الأشهر القمرية، لذلك يمكن أن يكون طول كل شهر 29 يوما أو 30 يوما، ولا يوجد أي شهر 31 يوما في التقويم الهجري. لذلك كان من الضروري تعديل تروس التقويم في الحركة الذاتية للساعة لعرض التقويم الإسلامي. ومع ذلك هذه ليست التفاصيل الوحيدة التي تجعل هذه الساعة مميزة، حيث يكشف الفحص الدقيق للعلامة الخلفية على توقيع بيغي وخمس علامات مميزة: اثنتان من علامات الذهب السويسرية، واثنتان من علامات الاستيراد الفرنسية. وداخل العلبة الخلفية يكشف عن علامة الصانع. جي بي اش بي المهووسون بالساعة سيعرفون
على هذه الأحرف الأولى، والتي تعود لصانع الساعات الأسطوري جون بيير هاغمان، والذي قام بتجسيد صفقاته التجارية مع أشهر العلامات التجارية. يحمل صور الذهب الأبيض المنسوج للعلامة المميزة جون بيير إيكوفي، وهو صانع صور بارز كان نشيطا في ذلك الوقت، ويحمل الصور مفاجأة كبرى، فهو مختوم بأوليمار سبيغي. وتقول كريستي إنه بعد الكثير من الأبحاث استنتجت أنه لا توجد أسباب للاعتقاد بأن الصور ليس أصليا للساعة، ويمكن الافتراض أنه تم اختياره من قبل الأخوان شوميت لاستخدامه خصيصا في ساعة الملك الحسن الثاني. وبحسب ما أكدته مؤسسة كريستي، فإنه لم يتم بيع هذه الساعة أبدا من قبل، بل هي ساعة خاصة لملك المغرب الراحل الحسن الثاني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.